السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نعمل برنت من الاكسل، سواء لو انا عندي جدول كبير وعايز اطبعه كله في شيت واحد، او لو انا عندي اكتر من جدول وعايز كل جدول في شيت. وكمان هنعرف ازاي نحول الاكسل لبي دي اف زيه زي الوورد بالظبط. علشان تدي امر الطباعة بتعمل كنترول بي او بتروح على قائمة فايل وتدوس على برنت. في الحالتين هيظهر قدامك الشكل ده. جزء ناحية اليمين ده خاص بالبريفيو او معاينة قبل الطباعة، والجزء اللي ناحية الشمال ده علشان تظبط منه اعدادات الطباعة. اول حاجة خالص هتلاقي فيه الزرار اللي هو مكتوب عليه كلمة برنت، ده اللي بيدي امر الطباعة. لو دوست عليه دلوقتي وانت موصل البرنتر بتاعتك هيطلع لك ورق على طول. هنا بتحدد انت عايز كام نسخة من المستند اللي قدامك ده، انت عايز نسخة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة وهكذا. تحت عند كلمة برينتر، البرينتر اللي انت هتطبع عليها اسمها ايه. هتفتح السهم ده وتشوف البرينتر بتاعتك اسمها ايه وتحددها. غالبا هي بيبقى محطوط عليها علامة صح ومكتوب قدامها ريدي. طبعا هنا مفيش برينتر متوصلة بالجهاز، بس انت لو موصل برينتر بالجهاز هتلاقي اسمها موجود هنا. السيتنج دي كلها احنا شرحناها قبل كده في فيديو الطباعة من الوورد، هسيب لكم رابط ليه فوق هنا دلوقتي هيظهر، وكمان هسيب لكم رابط تحت في وصف الفيديو اتفرج عليه، لانه هو نفس السيتنج دي. احنا النهاردة عايزين نعمل حاجة جديدة. احنا عايزين نعرف لو انا عندي بقى جدول اكسل، جدول في الاكسل، انا عايز الجدول ده بس اللي يبقى ظاهر معايا، وعايز الجدول في ورقة واحدة، وكمان اعمل الجدول ده بي دي اف. يعني سواء انا هحفظه بي دي اف او هعمل له برنت، لازم تعمل الخطوات اللي احنا هنعملها دي. طيب علشان اطبع جدول معين في الاكسل هعمل ايه؟ ارجع تاني بقى معايا باك كده، ولازم تعمل تحديد للجدول ده. انا هعمل كنترول شيفت سهم لتحت سهم شمال علشان احدد الجدول ده. دي طريقة للتحديد. طبعا في طرق تانية للتحديد كتير. دوس على اول الجدول وانزل تحت كده وخليك دايس ودوس على الشيفت ودوس على اخر الجدول. دي برضو طريقة تانية للتحديد. وفي طريقة الضغط والسحب، لو انت ضغطت وسحبت كده. انا هعمل كنترول شيفت سهم لتحت سهم شمال علشان اعمل برين سيلكت للجدول كله. بعدين ادي امر الطباعة، يا اما تدوس كنترول بي يا اما من فايل وبرنت. المهم تجيب صفحة او الجزء بتاع السيتنج بتاع الطباعة ده. طيب اول حاجة هعملها ايه؟ خلينا نفتكر كده. المفروض ان احنا عايزين الجدول اللي احنا عملنا له سيلكت ده عايزاه يطبع. بقيه الشيت لا، لو انا كاتب حاجات تحت بقى او حاجات في الجنب انا ماليش دعوه بيها. طب اعمل ايه؟ اول حاجه خالص هتروح هنا عند السيتنج دي، افتح السهم ده واختار برنت سيلكشن. معناها ايه برنت سيلكشن؟ يعني اطبع لي اللي انا عامل له سيلكت بس، بقيه الشيت لا. طيب ده رقم واحد. طيب هو لسه جه في ورقه واحده؟ لا والله لسه ما جاش في ورقه واحده. طيب انزل تحت كده. انت عندك يعني البيانات اغلبها بالعرض ولا بالطول؟ والله انا عندي الجدول تقريبا بالعرض شويه، فانا هروح هنا على الاورينتيشن على اتجاه الورقه وهلفها هتبقى بالعرض، مش بورتريه بالطول، لا انا عايزاها بالعرض لاندسكيب. كده الورقه بقت بالعرض. طيب لسه ورقتين تحت؟ لا والله لسه ورقتين ولسه الدنيا مش متظبطه. طيب ما فيش مشكله، انزل تحت شويه كده. طبعا لازم تتاكد ان احنا بنطبع على ورقه اي 4. انزل تحت شويه كده هتلاقي فيه الميرجنز او الهوامش. افتح الهوامش دي وخليها نارو ضيقه. ها ايه الاخبار؟ لسه ورقتين؟ اه والله ده لسه ورقتين، ده انا ضيقت الهوامش خالص وبرده جايلي في ورقتين. طيب معلش ما تزعلش، ليها حل ان شاء الله. تعالى انزل تحت كده عند السكيلنج دي وافتح السهم وقول له فيت شيت اون وان بيج. ها ايه رأيك؟ كده جه في ورقة واحدة؟ اه والله جه في ورقة واحدة، بس يعني معلش انا عايز اغير رأيي، لان جه في ورقة واحدة بس يعني ايه على جنب كده والورقة مش تمام. ممكن الف الورقة تاني واخليها بالطول؟ اه ممكن تلف الورقة تاني وخليها بالطول. لاندسكيب بدل ما هي لاندسكيب خليها بورتريه كده.
ها ايه الاخبار؟ الدنيا تمام؟ اه والله ده بقت تمام، والجدول بقى في ورقة واحدة. اتأكد كده تحت، بص هتلاقي one of one، يعني كده الجدول بتاعك في ورقة واحدة. لو اديت امر الطباعة دلوقتي الجدول ده كله هيجيلك في ورقة واحدة. طيب لو انا عايز اوسطن الجدول في الورقة، ما يبقاش فوق حتة صغيرة كده وتحت الهامش كبير كده، ينفع؟ افتح بيج سيت اب، هتلاقي في عندك الميرجنز، وعند الميرجنز دي اعمل علامة صح على هوريزونتالي وفيرتيكالي، وبعدين قول اوكي. هتلاقي الجدول بقى في وسط الصفحة. يبقى انت كده ظبطت الجدول بتاعك، خليته في وسط الصفحة، وكمان خليته يبقى كله في صفحة واحدة. طيب لو انا عندي اكتر من جدول وعايز كل جدول في ورقة لوحدها، نعملها ازاي دي بقى؟ تعالى نرجع باك كده ونروح شيت رقم 2. هنلاقي فيه 4 جداول، والمطلوب مني اني اعمل كل جدول من دول في شيت لوحده. اعمل الكلام ده ازاي؟ طيب اول حاجة هتعملها، هتروح تغير طريقة العرض في الاكسل من النورمال لحاجة اسمها بيج بريك. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل حاجة اسمها فواصل الصفحات. اول ما هتدوس على بيج بريك او طريقة العرض بيج بريك بريفيو، هيديك الشكل ده. الشكل ده كده هو بيقول لك اهو بيج 1، انت كده كل دي كده وموجودة في ورقة واحدة. لا والله ده انا محتاج بقى اعمل فاصل كده هنا كده، وفاصل كده، علشان يبقى كل جدول من دول في شيت لوحده. اعمل الكلام ده ازاي؟ افتح قائمة اسمها بيج لاي اوت، وبعدين دوس على او حدد من اول ما انت عايز تعمل الفاصل كده. انت عايز تعمل فاصل هنا، عايز تعمل الفاصل هنا، عايز تعمل فاصل هنا. انا عايز اعمل الفاصل هنا اهو. وبعدين هتروح على حاجة اسمها بريك، وبعدين هتقول له انسرت بيج بريك. عمل ايه؟ عمل لك قسم لك الجزء ده بقى بيج 1 وبيج 2، بقى في عندك صفحتين اهو. طيب حلو، انا عايز بقى اقسمهم كمان بالعرض كده، يبقى عندي 1 2 3 4 صفحات. هعمل ايه؟ برضو نفس الفكرة، اقف هنا وبعدين دوس على بريك، انسرت بيج بريك. خلاص كده انت قسمت الصفحات عندك. طيب لو انت عايز ترجع في كلامك ومش عايز الكلام ده، امسك السهم اللي هنا ده، او امسك الخط الازرق ده، اقف عليه كده لغايه ما الماوس يبقى سهم براسين، دوس واسحب لفوق. خلاص كده انت لغيت البيج بريك دي. عايز كمان تلغي دي، عايز تلغي دي، اقف عليها ودوس واسحب كده، انت لغيت البيج بريك دي، يبقى رجعت تاني صفحه واحده. خلينا نعمل الكلام ده مره تانية. بيج بريك، انسرت، وبعدين بيج بريك، انسرت بيج بريك. كده عندي صفحة اولى واثنين وثلاثة واربعة. طيب ممكن بقى اعمل كنترول بي على طول كده دلوقتي. اعمل كنترول بي طبعا، واقول له برنت اكتف شيت. ايه اللي حصل؟ لو في الحالة دي احنا لما بنعمل بيج بريك احنا ما بنبقاش محتاجين نعمل برنت سيلكشن، لانه هو اوتوماتيك عامل لك زي يعني تحديد لجزء معين من الشيت، هو اللي هيبقى عندك واضح وظاهر في الطباعة، والباقي لا. طيب انا عملت برنت اكتف شيت، وبعدين هعمل ايه؟ روح كده قلب الصفحات، هتلاقي فعلا الاربع جداول موجودين. بس عايزين الجداول دي في وسط الصفحة. ممكن؟ فاكرين كنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ صح، من بيج سيت اب هروح على ميرجنز وهخلي هوريزونتال وفيرتيكال، وهقول له اوكي. طيب الزوم بتاع الصفحة قليل قوي، يعني الجدول صغير قوي، انا عايز الجدول كبير شوية. ممكن اكبر واصغر الزوم بتاع الجدول ده بحيث ان الجدول يملى الورقة كده شوية، لان الجداول زي ما انتم شايفين صغيرة قوي. طبعا لو الجداول كبيرة هيبقى الموضوع حلو، انما دلوقتي الجداول صغيرة قوي في وسط الورقة، ما انا عندي مساحة كبيرة فاضية اهي. ما تيجوا نكبر الجدول شوية. افتح كده بيج سيت اب، هتلاقي في حاجة اسمها ادجاست تو، ومحطوط عليها او قدامها 61. لا خلينا نكبرها كده مثلا تبقى 95. تعالوا نشوف 95 هتبقى الدنيا ازاي. والله ممكن نكبر تاني، خليها مثلا 125. ها ايه الاخبار؟ والله الاخبار كده لا، الاخبار كده مش تمام، لان في جداول اتقصت منها حتة. طيب ممكن اظبط الهوامش، اخليها مثلا نارو علشان يبقى الجدول كبير، ولا ايه رأيكم نخلي مثلا الورقة بالعرض؟
الورقة بالعرض احسن علشان تاخد الجدول كله، وبرضو الهوامش مش مشكلة انها تبقى ضيقة او اسعة. انا كده كده مخلي الجدول في وسط الصفحة. طب اتأكد كده ان هم 4 ورقات بس. والله ده هم جايين كل جدول في ورقة لوحده ومفيش اي زيادات، والجدول جاي كامل. يبقى انا كده ظبطت كل جدول في ورقة لوحده، وظبطته كمان الزوم بتاعه بحيث ان يبقى كبير واعرف اقراه. طيب هو ممكن بقى كل اللي احنا عملناه ده يتحفظ كبي دي اف؟ انا مش عايز اعمل له برنت ولا حاجه. ينفع طبعا. احنا خدنا طريقتين علشان تظبط السيتنج، سواء انت عملت بيج بريك او سواء انت ظبطت السيتنج بتاعتك بانها تبقى برنت سيلكشن بس. طب خلينا نرجع كده. احنا عملنا حاجتين، طريقتين على فكره. ممكن وانت واقف على الشيت الاولاني ده ولو دوست بيج بريك، هو اوتوماتيك واخد البيج بريك بتاعه. يعني هو واخد خلاص. بصوا البيج بريك، انت اما بتظبط اعدادات البرنت اوتوماتيك بتتظبط في البيج بريك. خلاص هي اتظبطت كده. وبصوا مكتوب عليه بيج 1. طيب انا دلوقتي محتاج اني اسيف الاكسل ده بي دي اف. اسيف الاكسل بي دي اف ازاي؟ رقم 1 هتروح قائمة فايل وتدوس على سيف از. كده انت هتحفظ مرة تانية بصيغة تانية او باسم تاني، وطبعا لازم تدوس براوز وبعدين تشوف مكان الحفظ فين واسم الحفظ ايه. نفس الفكرة دي ممكن تعمل الكلام ده لكن بطريقة مختصرة اكتر. لو دوست على F12 من لوحة المفاتيح هتديك برضو نفس الفكرة، لكن انا معايا لابتوب فلازم ادوس FN زائد F12 علشان يديني سيف از. دي اختصار من الكيبورد. طبعا دي طريقة اسهل واحسن من انك انت تعمل فايل سيف از وبعدين براوز. دي بتختصر عليك 3 خطوات. المهم بعد ما تتفتح الجزء بتاع السيف از، طبعا زي ما احنا قلنا شوف مكان الحفظ فين واسم الحفظ ايه، وتفتح هنا عند سيف از تايب افتح السهم ده وقول له بي دي اف. يبقى انت كده هتحفظ المستند ده بي دي اف. طيب ايه اللي يختلف بقى عن الوورد؟ ما هي نفس الكلام اللي احنا قلناه في الوورد. لو احنا كنا عايزين نحفظ الوورد بي دي اف، في الاكسل في اوبشن تاني، في اوبشن زيادة علشان تظبط البي دي اف بتاعك. لو دوست على كلمة اوبشنز هتلاقي فيه اختيارات تانية ظهرت معاك. طيب انا ممكن اعمل منها ايه؟ ممكن تقول له انا عايز اعمل بي دي اف للاكتف شيت بس، للشيت اللي انا واقف فيه بس، للشيت اللي مفتوح ده بس، وفي الحالة اللي قدامنا هيبقى شيت رقم 1. لا والله ده انا محتاج اعمل شيت 2 وشيت 1، يبقى هتقول له انتر ورك بوك. يبقى هتعلم على الاختيار ده وبعدين تقول له اوكي. طبعا لو انت محدد حاجة معينة، لو محدد جزء معين من الجدول وعايز السلكشن بس هو اللي تعمل بي دي اف، يبقى في الحالة دي هتقول له سلكشن. يبقى احنا عندنا 3 اختيارات، يا اما اللي انت محدده، يا اما الشيت اللي انت واقف فيه، يا اما كل الورك بوك بتاعك. انا هعمل كل الورك بوك وبعدين هقول له اوكي وبعدين هدوس على سيف. بعد ما حفظته بي دي اف، تعالوا كده بعد ما فتحناه هنلاقي كل جدول زي ما احنا عملناه بالظبط. بصوا الجدول الاولاني جميل ازاي وفعلا متظبط والهوامش بتاعته متظبطه والجدول في النص. خلينا نعمل زوم اوت كده عشان نشوف الورقه على بعضها. دي بي دي اف على فكره، ده الملف البي دي اف احنا فتحناه. تعالوا كده نشوف الشيت التاني. فعلا لف الورقه، بصوا خلاها بالعرض زي ما احنا عاملينه بالظبط، وكل جدول في شيت لوحده. احنا عمل كده ليه؟ علشان احنا مدينه امر البي دي اف للورك بوك كله. لو احنا قلنا له اكتف شيت كان عمل لنا الجدول ده بس. بكده نكون عرفنا ازاي نعمل برنت او طباعة من الاكسل، وازاي كمان نحفظ بي دي اف. لو كملت الفيديو لحد دلوقتي يبقى انت تستاهل حاجة حلوة. الحاجة الحلوة النهاردة عن الاكسل. في الاكسل ممكن تعمل زي الكربون. زمان كنا علشان نكتب اكتر من ورقة في نفس الوقت كنا بنحط ما بين الورق حاجة اسمها كربون علشان اللي اكتبه في الورقة الاولانية يطبع في اكتر من ورقة. نفس الفكرة ممكن تعملها في الاكسل. ممكن تفتح اكتر من شيت
واي حاجة هتكتبها وتنسقها في الشيت ده هتطبق في كل الشيتس اللي مفتوحة عندك. ازاي هنعمل الكلام ده؟ خليك دايس على زرار الكنترول، وبعدين دوس على الشيت التانية اللي انت عايز تفتحها والشيت التالتة اللي انت عايز تفتحها كده طبعا، ولو رابعة وخمسة مفيش مشكلة. كده انت فاتح 3 شيت مع بعض. شيل ايدك من الكنترول خلاص. اي حاجة هتكتبها هنا دلوقتي هتطبق في ال3 شيت اللي مفتوحين دول بالظبط، اكنك حاطط ما بينهم كربون. طب تعالى كده نكتب اي حاجة وبعدين نحددها مثلا وننسقها ونكبر الخط ونعمله بولد. تمام خلاص. عايزه بقى اقفل خلاص، مش عايزه الاوبشن بتاع الكربون ده معايا، انا عايزه ما يبقاش ال3 مفتوحين معايا. دوس على اي شيت تانية بعيد وبعدين ارجع لشيت 3 كده. طب افتح شيت 4، طب افتح شيت 5. هتلاقي كل اللي احنا طبقناه في الشيت اللي احنا كنا فاتحينه اتطبق في ال3 شيت مع بعض. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.